اهلا يا برج الثور، تعالى نشوف مشاعر الحبيب تجاهك ايه في الوقت الحالي ونوايا. يلا بينا. يا ترى هتطلع زي اصحابك الحمل والجوزاء ولا هتبقى كويس؟ خلينا نشوف مشاعر الحبيب. اوه، ده بيحبك قوي. بس هو قاعد لوحده ليه حزين كده؟ واضح ان هو قاعد مشغول بمستقبله في الوقت ده، بس هو بيحبك، ما تقلقش يا برج الثور. ممكن يا برج الثور ان انت تكون شخصية دوميننت قوي، شخصية مسيطرة، شخصية واقف مكانك في، بتحب تتحكم وتسيطر على الامور وتسيطر على مشاعرك، متحبش تقول مشاعرك ايه. فبالتالي الطرف التاني مش عايز يقول مشاعره ايه، فبالتالي فواضح ان انتوا بينكوا زعل او بينكوا مشكلة او حاجة، مشكلة حصلت مفاجأة كده. بس هو عايز يصالحك عشان هو بيحبك قوي. بس هو ممكن، بس المفاجأة دي او المشكلة دي حصلت بسبب ان انتوا ممكن تكون بنيتوا العلاقة نفسها دي على اساس غلط، او كدبتوا على بعض في حاجة او خبيتوا على بعض حاجة، فده حصل عشان تصلحوا اللي انتوا داخلين على تصلحوا العلاقة دي احسن، يبقى في تواصل ما بينكم احلى. بس هو واضح ان هو دلوقتي قاعد بيفكر، بيشوف هو هيعمل ايه، عايز يفكر باللوجيك وبالعقل وبالمنطق المفروض يحصل ايه في العلاقة دي. بس هو برضو قاعد حزين على اللي حصل ما بينكم ده. طيب خلينا نشوف نوايا شريك برج الثور. نوايا شريك برج الثور تجاهه. هو هيجيلك، ممكن المشكلة تكون بسبب طرف تالت برضو، بس هو هيجيلك، مصمم ان هو يجيلك وينجح العلاقة دي. هو بيشوفك نصه التاني وحبيبه، ف وعايز يصلح ما بين الامور ما بينكم، ويبقى في سلام وصلح وممكن يطلب منك تسافروا سوا، ممكن يعني. لا، هو جاي لك يا برج الثور وبيدعي ربنا ان انت تبقى توافق. هو ممكن يكون برج السرطان كمان يا برج الثور، بس فدي نواياه، هيجيلك وهيصالحك وهيعمل لك اللي انت عايزه. باي باي.